في سؤال محتاجك تسأله لنفسك في الأول. ليه في ناس أول ما بتدخل أي مكان الكل بيحسب لها حساب، وفي ناس تانية رغم إنها محترمة وطيبة وخدومة وكل حاجة إلا إن الكل بيتجاوز معاها؟ الغريب إن الفرق غالبا مش في القوة ولا في الشكل ولا حتى المنصب أو السلطة، ولكن الفرق هو في الحدود اللي بيحطها كل شخص في التعامل مع الآخرين وتعامل الآخرين معاه. من واحنا صغيرين اتربينا ان الشخص الكويس لازم يسامح ويستحمل ويعدي وما يزعلش حد وما يقولش لا، لحد ما بقينا بنعتذر عن حقوقنا وبنوافق على حاجات احنا مش عايزينها وبنقول ماشي واحنا من جوانا عايزين نقول لا بس ما بنعرفش نقولها. ومع الوقت الناس اتعلمت انك متاح في اي وقت، ممكن يتأخروا عليك، يرفعوا صوتهم عليك، يطلبوا منك خدمات ملهاش آخر وييجوا على حساب وقتك والجهد اللي هتعمله بالزيادة علشانهم بدون مقابل، بدون أي اعتبار ليك، وانت هتوافق في الآخر. اسمع الجملة دي كويس، كل مرة بتتنازل فيها عن حدودك انت بتعلم الناس ان هم يتجاوزوها، والأسوأ انهم مش هيحسوا ان هم غلط لأنك انت اللي سمحت بده من البداية. طيب تحط حدود ازاي؟ أول حاجة بطل تبرر، آسف أصل مشغول، معلش أصل الظروف، أنا آسف بس مش لا. أنا عايزك تقول لا، عايزك تقول مش هقدر، من غير ما تحط محاضرة، من غير ما تحكي قصة طويلة، من غير ما تحاول تبرر الرفض. تاني حاجة قول لا بدري، كل ما استنيت كل ما كلمة لا بقت أصعب. تالت حاجة احترم وقتك، لو انت اول واحد بيأجل مواعيده وبيتنازل عن وقته فالناس هتعمل نفس الشيء معاك. احترام الآخرين لحدودك بيبدأ من احترامك انت لحدودك. رابع حاجة ما تكافئش قلة الاحترام، اللي يقلل منك ويلاقيك بتضحك أو بتجري تراضيه هيكررها مرة واتنين وتلاتة. اتعلم تنفصل نفسيا عن أي شخص بيجي على حساب كرامتك أو وقتك أو حدودك. وأهم حاجة افتكر إن الحدود مش معناها إنك تكون عدواني مع الآخرين، الحدود معناها إنك تعرف فين كلمة أيوة وفين كلمة لأ، بهدوء وباحترام بما يخدم أهدافك ومبادئك والخطط اللي أنت وضعها لنفسك. إنك ببساطة تعبر عن احتياجاتك وآرائك بثقة واحترام من غير عدوان ومن غير استسلام، ده من أهم المهارات اللي بتخلي الناس تحترمك لأنك أنت أصلا بتحترم نفسك. عايزك تفتكر إن الناس مش هتعرف قيمة حدودك لو أنت نفسك مش بتحافظ عليها. لو الناس شافتك وأنت بتيجي على حساب نفسك علشان خاطر وقتك وعشان خاطر الحاجات اللي المفروض تعملها، فهم هيتكسفوا أصلا يطلبوا منك تيجي على حساب وقتك ده، لأن هم شايفينك أنت شخصيا ملتزم بحدود معينة وضعها لنفسك على نفسك، وبالتالي هم مش هيتخطوها ولا هتجيلهم الجرأة إن هم يطلبوا منك حاجة عارفين إن أنت مش عايز تعملها. في ناس هتزعل وهتقول ان انت اتغيرت رغم انك ما اتغيرتش، ولو ان التغيير ده شيء مطلوب ومفروض نسعى عليه، وده مفروض ما يزعلش اي حد من اللي حواليك. سنة الحياة هي التغيير والتطور الدائم، ولكن انت ما اتغيرتش، انت لأول مرة بدأت تحترم نفسك. ولو عايز الناس تحترمك ابدأ الأول انك تبطل تتنازل علشان نفسك. شكرا ليك واشوفك الفيديو الجاي.